من الراديو للسينما ومن السينما للراديو. مساء الخير. أنا المرشدة السياحية ودي قناة هيستوري ستوري، والنهاردة هنتكلم عن الأفلام اللي احنا بنحبها اللي أصلها مسلسلات إذاعية مشهورة. والشخصية اللي معانا النهاردة شخصية سمارة، من أشهر الأعمال السينمائية اللي كان أصلها مسلسل إذاعي شهير، وكان في منتصف الخمسينات، وحقق إيرادات كبيرة جدا لدرجة انه اتعمل له جزء تاني وتسمى بعودة سمارة. وكان من بطولة سميحة أيوب في دور سمارة، محسن سرحان في دور الضابط، توفيق الدقن في دور المعلم سلطان. ولما اتحول لفيلم اتاخد بنفس الاسم سمارة. تاريخ العرض 8 مارس 1956، عمر الفيلم 68 سنة. وكان من بطولة تحية كاريوكا في دور سمارة، محسن سرحان في دور الضابط، محمود إسماعيل في دور المعلم سلطان. وبعد نجاحه حقق إيرادات كبيرة جدا واتعمل له الجزء التاني عفريت سمارة بعد 3 سنين من العرض. تاريخ العرض 6 أبريل 1959، واتعمل بالاسم ده لأن في الجزء الأول تم قتل سمارة على إيد المعلم سلطان. وفي 2011 ظهر مسلسل تاني باختلاف القصة شوية باسم سمارة، وكان من بطولة غادة عبد الرازق، حسن حسني في دور المعلم سلطان، ولوسي في دور أم غادة عبد الرازق أو أم سمارة.